السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم بسبوسة في المول العجيب النكهة ديال الحامض. خليكم معايا الى نهاية الفيديو. غادي نحتاج ليها 300 غرام ديال السميدة رقيقة، شوية ديال الملحة، 3 د البيضات، كاس مع مرش ديال الزيت كما كتشوفوا، نص كاس ديال الكوك، كاس مع مرش ديال السنيده وكيبقى على حسب الذوق، كاس ديال الليمون نفس العبار، وكاس ديال الحليب. عندي جوج خميرات ديال الحلوى، واحد الساشي ديال الفاني، وقشور حامضه. نبدا على بركه الله. غادي ناخذ الخلاط الكهربائي، غندير فيها العناصر كلها سائله، ونفس العبار ديال الزيت وسنيده والليمون كيكون نفس العبار، الا الحليب كندير كاس عامر، نص كاس ديال الكوك، ندير قشور ديال الحامضه باش كتعطينا ديك النكهه ديالها، كتطحن مع العناصر، شويه ديال الملحه، وثلاثه ديال البيضات، والساشي ديال الفاني. كنخلط هاد العناصر كامله، عاد غادي نضيف ليها السميده وخميره ديال الحلوى. في هاد الاثناء راني شاعله الفران، خص الفران يكون سخون. من بعد ما خلطت دوك العناصر السوائل، غادي نضيف ليهم 300 غرام ديال السميده وجوج خميرات ديال الحلوى. هاد البسبوسه كتجي سهله وكتجي راقيه في المنظر ودغيا كتحضر. بالنسبه للمول كما قلت لكم، المول العجيب راني دهنته بالزبده ورشيت عليه السميده. خصكم تدهنوه مزيان وترشوا ليه السميده مزيان باش ما تلصق لكمش فاش تجيو تقلبوها، ما تجيكم سهله ما تلصقش. صافي غادي نمشي نخلط هذا الخليط هذا ونكبها في المول كما قلت لكم. راني سبق لي موجداه من بعد ما طحنت العناصر كامله كما شفتوا. المول دهنه مزيان ورشه ليه السميده. غادي نكب هذا الخليط، وخايبه لكم الخليط مازال سائل. كما كنعرفوا السميده كتشرب. صافي وغادي ندخلها كما سبق لي وذكرت، الفران خصكم تكونوا شاعلين له، خصو يكون سخون. غادي ندخلها للفران ونمشي نوجد السيرو باش غادي نسقيها. بالنسبه للسيرو راني وجدته مباشره من بعد ما دخلتها للفران. عندي هنا كاس ديال الليمون وهرسته شويه بنص كاس ديال الماء باش ما يجينيش مجهد بزاف. وبالنسبه للسكر كيبقى اختياري لكم حسب الذوق ديال الليمون اللي عندكم. انا درت 5 المعالق كبار، وغنردو فوق البوطه على ما كطلع ليه الغليه كنطفي عليه. من بعد ما خرجت البسبوسه كما كتشوفوا من الفران راه مازال سخونه، كنحاول نحلها غير بشويه. ناخذ الاناء اللي غادي نقدمها ونقلبها فيه مباشره كما قلت لكم، مباشره من بعد ما خرجتها راه مازال سخونه كما كتشوفوا. جاني المول سخون. غادي نسقيها. دائما كنذكر هذه القضيه، كتكون هي سخونه السيرو يكون بارد. راني وجدت قبيله مباشره ما دخلتها للفران، وجدت السيرو باش غادي نسقيها. كنسقيها مزيان من الوسط ومن الجناب، خاصها تشرب داك السيرو مزيان ونخليها. اصلا السر ديال البسبوسه باش كتجي بنينه هي خاصها تشرب داك السيرو. نسقيوها مزيان كتحسوا بها بانها شربات السيرو مزيان وتسقات. صافي على ما غادي نسقيها ونخليها باش تشرب داك السيرو، غادي نمشي نوجد الكريمه اللي غادي تكون الوسط. كريمه ديال الحامض، نكهه ديال الحامض. عندي هنا السيترو ديال الحليب، عندي كريم باتيسير كما كتشوفوا بنكهه ديال السيترون. اللي ما متوفره ليهش هادو يمكن له يحك فيها الحامض ويدير هي كريم باتيسير عاديه.
كناخذ نص سيطرو ديال الحليب وجوج معالق كبار كيكونوا عامرين مزيان ديال الكريم باتيسير. هذا الكريم باتيسير ديال ايديال بنكهه الحامض، زوينه، المذاق ديالها رائع، كتجي بحال الفلون. وغادي نضيف ليها 4 المعالق ديال السكر حبيبات او سكر سنيده، وغادي نردها فوق البوطه. كما كنخدموا الكريمه عاديه عاده، كنخليها فوق النار حتى كتعقد مزيان وكنحيدها صافي. مباشره ما كتوجد لي الكريمه كما كتشوفوا مع الجو عندي بارد، دغيا كدير ديك الغشا من الفوق. كتحاول هاد الحركه تكون بسرعه باش ما دير لكمش داك الفراره صافي. وكنزينها من الجناب بالكوك. بعد ما شربات داك السيرو كتكون داك التعسيله ديال الليمون هي اللي كتخلي الكوك ديالنا يلصق. وتزيين دائما كما كنقول لكم اختياري وعلى حساب الذوق وعلى حساب اللي متوفر عندكم في المنزل ديالكم. صافي. وغادي من بعد ما غادي نكمل التزيين ديالها كندير نقيطات بالشكلاط. كما ذكرت عندنا الجو بارد، راه كنحاول نسربي حيت الشكلاط دغيا جمد ليا. النقيطات الاولى نتوما غتشوفوا لقيتهم دغيا جمدوا. فاش كيكون الجو بارد كيجي شويه، كتجي الخدمه في هذا التزيين صعيبه شويه، خصوصا الشكلاط. كما شفتوا دغيا جمد ليا الشكلاط. غادي نحاول نعاود عليهم. هذا التزيين كيبقى اختياري، يمكن لكم تديروا اللي بغيتوا. وهذا هو الشكل ديال البسبوسه اللي حضرت معكم. وصل النهايه ديالو. نتمنى حتى نتوما تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. غادي نوريكم كي كتجي من الشكل ديالها من الوسط. صدقوني كتجي رائعه والمذاق ديالها رائع وراقيه حتى في المنظر. نتمنى حتى نتوما الى عجبكم هذا الفيديو ولا عجبتكم هذه الوصفات جربوها وتعجب الاسره ديالكم والاهل ديالكم. ولا عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم، وما تبخلوش عليا بالتعليق والتشجيعات ديالكم بها باش كنزيد لقدام. نتوما نوريكم الشكل ديالها كتجي راقيه. ومن الاحسن كما كنعرفوا البسبوسه شحال ما جلسات شحال ما كتزيان. الا وجدتوها على من قبل وخليتوها شربات داك السيرو مزيان كتجي فتيه والمذاق ديالها كيجي هشيش. نتمنى نكون خفيفه على قلبكم وهذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وكنقول للناس اللي مازال ما اشتركوش معايا مرحبا بكم والف مرحبا. والناس اللي عندي في القناه كنقول لهم شكرا على التشجيعات ديالكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء.